الفن والغناء السوري والعربي بشكل عام. والله فكرة لأحد المغتربين السوريين، وهلأ بهالفترة مثل ما بتعرفي كتير يعني ناس مغتربين خارج سوريا حابين يرجعوا بعد ما استقرت البلد الحمد لله وصار الأمان كتير على كامل أراضي الجمهورية، ومنهم الأستاذ صفوان أبو خديجة فكر إنه يعمل مشروع يقدم شيء حلو للبلد، وفكر بهالمشروع الحلو اللي هو الموسيقى والفن. بتعرفي قديش إلها تأثير يعني ثقافي واجتماعي، فحب يعمل هالمبادرة الحلوة، وهو كونه من بلودان فالشركة حب يختار اسمه بلودان ميوزك لتكون يعني بداية إن شاء الله لانطلاقنا في كل أراضي الجمهورية العربية السورية. كمان إنه نحن عندنا مواهب كتير مدفونة بسوريا يعني وبحاجة لحدا هيك يضوي عليها، ونحن حابين هالشركة تكون فرصة لكل المواهب السورية الشابة الواعدة اللي عندها طموح بالموسيقى بشتى المجالات، يعني سواء كان غنائي أو موسيقي يعني عزف أو شعر. فحبينا نقدم هالمبادرة لتكون هي للشباب عبارة عن فرصة نطلع المواهب السورية. المواطن السوري يعني وين ما راح بالعالم هو دايما الأول، وإن شاء الله هيك نبرز المواهب ونتصدر ناخذ الصدارة اللي بنستحقها كسوريين على مستوى الوطن العربي والعالم كله إن شاء الله. هلا طبعا نحن عندنا منصات تواصل اجتماعي، وهلا اليوم افتتاح مكتبنا كمان لنضوي على موضوع الشركة وعنوانها، وطبعا عم نتواصل مع كل الشباب من خلال محطات التلفزيون والإذاعات، ونحن فاتحين ابوابنا للكل. يعني اي موهبه عم ندور عليها حتى يعني لو كانت يعني بعيده نحن مستعدين نروح لعندهم لنخلق فرص عمل للشباب، ونحاول انه نجيب اكبر قدر ممكن من المواهب ونعطيها الفرصه انه تاخذ يعني المكان اللي بتستحقه. بلودان يا نبع المحبه الصافي، قمه جبالك على الحقيقه غافي، خصي إله الكون بالثلج الوفير، وقلوب بيضة من جمالك دافي. والله بيشرفني انه اخي بادر بهيك شركة وفتحها للجيل وللشباب، خلي كل واحد عنده موهبة يحاول انه يبرزها. وبالنسبة للبلد هون انا مبسوط فيهم لانه شيء جديد، وبرفع راسي فيهم وبارك لأخي وبارك للبلد بهيك شركة. هذه البادرة التي أطلقها رجل الأعمال والمغترب السوري صفوان أبو خديجة هدفت إلى العمل الدؤوب من أجل رعاية المواهب السورية من مختلف الأعمار، بما في ذلك المميزين في عالم الموسيقى والإبداع الفني، لتشكل إضافة مطلوبة لنجاحات الشباب السوري في هذا المجال، وضرورة تقديم الرعاية والدعم المادي والمعنوي، وإقامة النشاطات والمشاركة الفعالة في المهرجانات الاجتماعية والفنية المنوعة على مساحة سوريا، وذلك في إشارة واضحة لتعزيز ثقافة العمل المسؤول ومساعدة الجهات العامة الراعية والداعمة لهذه المواهب في تقديمها للمستويات الراقية التي شكلت إبداع السوريين في مختلف المجالات. طبعا اكيد مهم هذا الشيء، لانه نحن المواهب عم تطلع لبرا، يعني عم يروحوا غالبيه المواهب على لبنان وعم يصيروا هنيك ويرجعوا يتصدروا لعنا نجم. طبعا هذا بسبب انه ما في ناس عم تتجرأ انه تاخذ شباب وتستقطبهم وتنتج له، وطبعا يعني ما بعرف ليش ما في كمان التزام من الشباب هون عنا، بعض المطربين يعني او بعض الناس اللي ما عندهم هن التزام اساسا انه يلتزم مع شركه. يعني بيقول لك انه انا بدي التزم مع شركه 5 سنوات او كذا، لا ما بدي التزم، ما بيلتزم ولا بيروح بينتج لحاله ولا بيعمل شيء، يعني بيضل مكانك راوح. ومن أجواء حفل الافتتاح الذي أقيم على هامش فعاليات معرض التدريب والتوظيف الذي أقامه مركز الخطوة الأولى، فقد أكد عدد من المواهب المشاركة على أهمية إنجاز مثل هذا العمل المتمثل في إنشاء الشركات الوطنية السورية الداعمة للمواهب الفنية والإبداعية،
والتي أسست حضورا مهما على الساحة الفنية السورية والعربية، والتي لا يزال الكثير منها بحاجة للرعاية والدعم والترويج الصحيح مع الانتشار المدروس والناجح. وفوق الناخل فوق فوق يابا فوق الناخل فوق مدري لا خدت يابا مدري النور فوق. بدأت مشواري الفني عند الأستاذ باسل صالح بالمعهد العالي بسوريا، وكملت مشواري عند الأستاذ جورج الصافي ببيروت بلبنان. بدأت حفلاتي الفنية بلبنان، ومن جد أنا ما لي فترة قصيرة رجعنا لسوريا، وصار في تعرف عن طريق شركة بلودان ميوزك. وقعنا عقد معهم، وإن شاء الله قريبا في تعاون بأعمال جديدة بأغاني خاصة، وإن شاء الله بتعاون مع شركة بلودان ميوزك رح نلاقي نجاحات كتير كبيرة. روان، احكي لنا عن مشاركتك، أو اليوم أنت شو قدمت لك هاي الشركة؟ دعمتني دعم لموهبتي. هلق لي مسجلة فيها للشركة، وقعت عقد لي شهر، رح تنتج لي أغاني. بهذا الشهر عم نعمل بروفات كل أسبوع، عم نتدرب على الأغاني، بيفيدوني بيحضروا لي أغاني جديدة. يعني في شيء جديد لإلك أو خاص لإلك، ولا عم تعملوا إعادة إحياء لبعض الأغاني؟ عندي أغنية خاصة مين غيرك بعيد الأم سجلتها، وهلق رح أسجل أغنية جديدة. أنا أول فنان وقعت مع شركة بلودان ميوزك اللي هي تأسست من جديد، لصاحبها الأستاذ القدير صفوان أبو خديجة، بوجه له تحية. ونطمح إن شاء الله لنقدم فن راقي وعلى مستوى الوطن العربي إن شاء الله. وبس حابب أقول إنه أنا هلأ أنتجت معهم غنية من شهرين تقريبا، قمري المجروح، وكان تسويقها على مستوى كتير كبير، والحمد لله حققت نجاح حلو. في تحضيرات لأعمال جديدة، حفلات وأغاني. هلا في أغاني جديدة إن شاء الله، وهي بتقدم يعني لكل المواهب، وعم تنمي المواهب بسوريا يعني. Oh